هذه المسابقة حق وزارة التجارة والكهرباء والمياه والصناعة الذي في الفيسبوك. هذه المسابقة فعلت حرشة، انتوا احرجتوا بين الممثلين والمشاهير علشان تروجوا لحقكم البعثة هذا. في ناس كثير شاركوا في هذه المسابقة من الممثلين والهامات، نفس الأستاذ محمد المحمدي له كل الشكر والتقدير الذي رد نص الضايعين حق اليمن. دخل بينهم في الوقت الضايع واحد اسمه أبو حيدر، ويمكن هو الذي حيفوز بهذه الجائزة. في ناس كثير رابحين، ليش أبو حيدر يشارك في هذه المسابقة، يخرج ينسحب ما دخل. أبو حيدر قدم مبادرة جميلة، قال عيشل هذه الجائزة الذي هي 10,000 دولار وعيدتيها للفشل الكروي، دعم لهم. ما قالش عيشل الجائزة ويديها دعم لموسم الرياض أو للكريسماس، أو قال عيدعم أمراض الفشل الكروي. فالناس فرحوا بهذه المبادرة فلذلك صوتوا له. قال الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المفروض نتنافس في عمل الخير مش نتحاسد في عمل الخير. أبو حيدر قال عديها الفشل الكروي وأنت تقول وأنا شديها مرض السرطان، وهو يقول وأنا شديها دار الأيتام. نتنافس على فعل الخير، لا نرجعش نتحاسد، الحسد ينزع البركة. أبو حيدر قدم مبادرة جميلة بأن هذا المبلغ للفشل الكلوي، والشعب كله أعجبه هذا المبادرة. قال في الحديث القدسي أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أنت تشتي الفلوس لك، هو يشتيها الفشل الكروي. إحنا ندعم ونأيد، وإحنا ظهر ورزاح كل من يفعل خير، وبالذات في هذه الأوضاع. الناس أمراض، الناس بيدوروا العلاج، بيدوروا. فعندما نشاهد هذه المبادرات وهذه الأفعال الخيرية نوقف إلى جانبهم، ما نحسدهم ولا أن إحنا نوقف عذرة في طريقهم. ما حد يحسد هذه الأعمال إلا اليهود. إذا معك زناير فأنت أتحسد هذه المبادرة. فهذه بيقول أبو حيدر انسحب، اخرج من ممنوع ينسحب. لو تنسحب يا أبو حيدر من هذه المسابقة للعن شكلك. استمر وفوز إن شاء الله، وشل المبلغ هذا وديه لأمراض الفشل الكلوي. ورسالتي إلى وزارة التجارة والصناعة، اجبروا بخاطر الأستاذ محمد المحمدي، بخاطر هؤلاء الممثلين والمشاهير الذين هم هامة الدولة، هم يعني من 2000 دولار من 1000 دولار. يعني انتم الذي احرجتوا وعصبتوا امال علشان 10,000 دولار، وعجنتوا ام البلد وعد تفعلوا حرشه وعد. فهؤلاء تدعموهم، الذي قلت لهم شهر ما رقدوش بيدوروا لايكات، تجبروا بخاطرهم وتدعموهم لانهم يستاهلوا، تعبوا وسهروا، كل واحد تواصل بخبرته ونشروا لهم وفعلوا يعني. فهؤلاء تعبوا، فلذلك ادعموهم. هؤلاء الذي شاركوا في هذه المسابقة لا تنظروش إليهم أنهم ممثلين ولا مشاهير ولا هامات كبار يعني معهم زلط، هم حرف ما دخلوا وشاركوا إلا وهم محتاجين لهذا المبلغ. ولكن قلت لكم المبادرة حق أبو حيدر هي أولى، ولكن مع ذلك هؤلاء يستاهلوا الذي شاركوا في المسابقة أنكم تجبروا بخاطرهم وتدعموهم. يستاهلوا من هامات اليمن، ويستاهلوا تدعموهم بدون مسابقة. أن الظروف عند بعضهم وأغلبهم اللي يتزوج، اللي حراف، الذي مستأجر، الذي فحق تعبهم وحق ما ادعمهم. وكذلك حق الفشل الكلوي هؤلاء المفروض يتم دعمهم بدون مسابقة، تتكفل جمعيات والدولة بهذه الأعمال. لا نرجعش خلاص نعتمد على مثلا الفشل الكلوي مرض السرطان على الأعمال الخيرية والمواطنين واليوتيوبر والمفسبكين. هؤلاء يحتاجوا إلى مبالغ، فشل الكلوي يحتاجوا إلى ملايين إلى مليارات، فهذا تتكفل بها الدولة، الحكومة، جهات مختصة تتكفل بها، والمواطن والفاعلين الخير. ونفس هذا المبادرة حق أبو حيدر، هذا لا دهفه، هذا لا غير على الماشي.